السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف ايه؟ هتعرف موعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش في الجوله رقم 13 من الدوري المصري. الاهلي اللي بيقدم مستوى رائع في الدوري حتى الان، رغم ان احنا مش مقتنع بالاداء، ولكن النتائج كويسه يعني بالنسبه للنادي. وكده كده يعني لما يكسب المباريات المتاجله ليه هيطلع في المركز الاول بكل سهوله وعادي جدا جدا جدا. يعني الاهلي وطلائع الجيش هيلعبوا المباراه دي كانت مباراه مؤجله بسبب ان النادي الاهلي طبعا كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا، فالمباراه دي مؤجله، ودي الجوله رقم 13 بالنسبه للاهلي يعني. طيب المباراه دي هيعلق عليها ايمن الكاشف يوم الاثنين القادم اللي هو يوم 1/7/2023. لو انت مش واخد بالك فالنادي الاهلي بيلعب مباراه حرفيا كل يومين او كل يعني يومين والثالث بيلعب، يومين والثالث بيلعب. لو انت مش واخد بالك يعني هيلعب المباراه دي وبعدها بيومين اتنين هيلعب مباراه كمان، يعني صراحه الجدول مضغوط بالنسبه للنادي الاهلي بسبب المؤجلات اللي كانت عنده. فالاهلي وطلائع الجيش هيلعبوا المباراه زي ما قلت لك يوم الاثنين الساعه 7. ايمن الكشف على المباراه على استاد الكليه الحربيه. مستند توقعك للمباراه في الكومنتات. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. سلام.